في عالم ون بيس ليس كل شيء يسير كما نتوقع. تخيل وجود فواكه شيطان تمتلك قوة خارقة، لكن مستخدميها لا يمتلكوا المهارة الكافية لاستغلالها. في هذا الفيديو سنتحدث عن أقوى الفواكه التي أهدرت بسبب ضعف مستخدميها. استعدوا لرحلة مليئة بالأحداث والإثارة. في المرتبة الخامسة سموكر، والذي يمتلك القدرة على تحويل جسده إلى دخان، مما يمنحه مرونة هائلة في التنقل والهجوم والدفاع. رغم قوة الفاكهة، إلا أن سموكر لم يظهر تطورا كبيرا في استخدامها، خاصة أمام خصوم أقوياء. أداؤه أمام شخصيات مثل فيرغو ودوفي ولاو أثار استياء الكثير من الفانز، الذين كانوا يتوقعون أن يكون سموكر أحد أقوى أعداء لوفي في المستقبل. إلى أن سموكر أظهر أداء ضعيفا لهذه الفاكهة على الرغم من قوتها الهائلة. في المرتبة الرابعة شوغر، والتي تمتلك القدرة على تحويل أي شخص إلى دمية بمجرد لمسه، مع حذف ذاكرته من عقول الجميع. هذه القدرة مرعبة ويمكن أن تغير مجرى العالم بأكمله، ولكن شوغر طفلة صغيرة المظهر والشخصية، ضعيفة الجسد، ودائما ما تعتمد على الآخرين لحمايتها. ضعفها الجسدي والعاطفي جعلها تهزم بسهولة بمجرد تعرضها لصدمة بسيطة من وجه قصب. تخيل لو أن كايدو يملك القدرة على تحويل من يريد إلى دمية. عزيزي المشاهد، إذا وصلت إلى هنا في المشاهدة فاعلم أنك معني بالسحب الذي سأقوم به على اشتراك نتفليكس. فقط أثبت وجودك في التعليقات بكلمة تم، ولا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك. وفي المرتبة الثالثة بيبي 5، والتي تمتلك القدرة على تحويل أي جزء من جسدها إلى أسلحة مختلفة مثل البنادق والمدافع والسيوف، مما يجعلها ترسانة متحركة. بيبي 5 هي شخصية ضعيفة نفسية وساذجة، مما يجعلها تعتمد على أوامر الآخرين بدلا من استغلال قوتها بشكل مستقل. تخيل لو حصل شخص مثل فرانكي أو سابو على هذه الفاكهة. وفي المرتبة الثانية فاكهة الكابتن باجي، نعم، أسطورة البحار واليونكو المتوج. باجي يمتلك القدرة على فصل أجزاء جسده والتحكم بها بشكل مستقل، مما يجعله محصنا ضد الأسلحة القاطعة، نعم، حتى سيف موهوك. رغم أن الفاكهة لديها الكثير من الإمكانيات المذهلة في القتال، إلا أن باجي يعتمد على الكوميديا والخداع أكثر من استغلال قدرات الفاكهة. وقد شاهدنا باجي يتحكم بقدرته وفاكهته بطريقة مذهلة، ولكنه يضع طابع السخرية والمزح في القتالات، فيشوه بذلك الفاكهة ولا يستغلها استغلالا جيدا. ماذا لو حصل شخص مثل زورو أو ميهوك على هذه الفاكهة؟ بالتأكيد كان الكلام سيختلف. وفي المرتبة الأولى، وكما شاهدتم في عنوان الفيديو، فاكهة العنقاء ماركو، والتي تتيح التحول إلى طائر عنقاء، مما يمنحه القدرة على الطيران، سرعة هائلة، وقوة تعافي استثنائية قل لها نظير في أنمي ون بيس. بالرغم من أن ماركو شخصية قوية جدا، إلا أن الكثير من الفانز يرى أن فاكهته لم تستخدم لإظهار كامل إمكانياتها في المعارك، وخاصة في المارين فورد، حيث أن دوره كان محدودا نسبيا مقارنة بقوة فاكهته، حيث أنه ركز على الدعم أكثر من الهجوم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، لذا لا تنسى دعمنا بزر لايك واشترك في القناة.